ده نعم. لما مشى من هنا منو؟ سعد من سعد محمد عبد الله مم. مشى السيال هناك. نعم. ده الكلام اللي انا سمعته منه. نعم. لما مشى هناك قام جلس معاهم يوم يومين ثلاثة يوم 4 يوم واخذ معاهم الفترة بتاعها دي. قام سألوه انت ها جيتني ليش شنو وجيت ليش شنو؟ قال لهم انا جيت انا دار اعرف اهلي ونسبي هنا. من وين؟ احسب لنا شال النسبة من هنا ومشي لنا فلان فلان الفلان فلان الفلان لحد ما لما في عبد الحميد. هنا خلاص احترفوا بيته. احترفوا بيه وقعد معاهم لحد ما في واحد من الأسرة يعني زي ما تقول زوج شوية مسكين أو متخلف الحي ده. قام قال لهم عمكم ده جاي لشنو؟ ما جاي للنسب، جاي للنسب يعرف نسبه، لكن بعدين حيقول لك انا عندي ميراث معكم انا دار اطلع ميراثي. عمنا سعد بحياته قال انا الحكايه دي زعلت منها زعل شديد. قلت لا ولدي والله العظيم انت كلامك دي بيك قلت من البدايه انا ما كان جزاته. والله الحمد لله الطين اللي عندنا هنا خلونا جدودنا والله اكثر من هنا واحسن من هنا بكثير جدا. يلا قال لنا دي قبيله كنت جاي او يعني امد في الزياره ونتعارف وتزورونا لكن دي قطعت منكم. من ديك ثاني ما مشوا تبنى هم ما جو ثاني. يا سلام. فعشان كده افتنوا نعم. يعني هو مشى لحد ما وصل هناك عرف اهله عرف النسب بتاعه. نفس الروايه بتاعتك أيوة. انا سمعتها. ها؟ بنفس الروايه أيوة. ونفس أيوة. بس ده الكلام انا سمعته منه ذاته. صح. معه كان محمد الرضاعه. نعم. وماهر التقلي الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. طيب عبد الله وابوي مختار كانوا قاعدين عصر زي دي بتونس كلهم. فذكر القصه دي. سمعت منه مباشره. ايوه. كده يقول لي الاسم كامل من محمد حسين او من عبد الله. عبد الله. سعد ده ذاته نسبه بس سعد عبد سعد ود محمد ود عبد الله ود محمد ود حسين ود حسن ود محمد ود عبد الحميد. عبد الحميد ده الشيخ عبد الحميد اللي هو سواق الاباريق المدفون في سيال. في الاقاريق ولا باريق؟ الاباريق. وعند عبد الحميد ده واحد ولا اثنين؟ ده جد الكل. عبد الحميد ده جد الاخير. منه جاب دين من عبد الحميد جاب ود حمد ود عبوده والسخي والنفيع. منه نتفرع كل الحميداوي. اي حميداوي جده عبد الحميد. نعم. جزاكم الله خير. عمنا الطيب مختار.